انا عندي سحر اسود. يعني ايه سحر اسود يا ست خلود؟ انا تعبانه وبيجي لي كوابيس كتير. يعني ايه سحر اسود يا ست خلود؟ مش عارفه. طيب يعني لما إيه تعرفي، معلش مين اللي قال لك المصطلح ده يا ست خلود؟ انا كل لما بقول الحلم اللي انا بحلمه ده لحد بيقول لي كده. لحد مين يعني؟ شغال ايه اللي حد؟ شيخ فين شخشخ ركبه فين بس عشان ابقى عارفه؟ فين بس الله يرضيه؟ مؤمنه يا خلود؟ بصلي الحمد لله. بتصلي؟ طيب يا خلود، انا نصيحه لله، نصيحه بقولها لك قدام الناس كلها يا خلود. اطلعي دلوقتي تخش على الحمام تغتسلي غسل الجنابه وتطلعي تصلي ركعتين تتوبي فيهم لله من اللي انت قلتيه على ملأ الناس. ومفيش الكلام ده يا بنتي، الكلام ده لا وجود له. السحر موجود على عيني وعلى راسي، لكن اللي انتوا بتقولوه ده ما بيقولوه لكمش مشايخ، دول بيقولوه دجالين. وللاسف السحر الاسود لو عرفتي مصطلحه عند الدجالين هتضربي نفسك بدل الجزمه بمليون جزمه مليانه طين. هقولهولك بعد الفاصل، لكن خليني اقول لك يا خلود، الزمي سوره البقره والفاتحه وايه الكرسي واخر ايات من سوره المؤمنون. فوالله لو ان بك جن الدنيا كلها لولى عنك. لان من خلال عملي اماما وخطيبا لمسجد سيد السلطان ابو العلا ثم لمسجد سيدتنا السيده زينب رضوان الله عليها وارضاها، ففهمت مصطلح السحر الاسود ده ايه. مصطلح السحر الأسود ده بيستخدمه الدجالين اللي ما عندهمش لا أخلاق ولا دين، اللي هم براء منهم دين ربنا، اللي هم خارجين عن ملة ربنا وعن دين ربنا، اللي هم كفروا بالكتاب والسنة. بيستخدموا مصطلحين ما لهمش تالت، إما سحر أسود وإما سحر سفلي، علشان يقول للست إيه. وأنا الكلام ده مسؤول عليه قدام ربنا، وبقول لكم الكلام ده وموجود، انكروا ترفضوا انتوا احرار. فتقول له يعني ايه يا شيخ؟ يقول لها يعني السحر ده معمول لك بالنجاسه، وبعدين يا شيخ ملوش حل يتفك الا زي ما اتعمل. وعلشان بقى يحط بقى البهارات والحركات والتكات، يقوم قايل لها ايه؟ خلي بالك ده معمول لك في الكنيسه. خدوا بالكم، ده اللي الدجالين اللي ما عندهمش لا اخلاق ولا دين ولا مروءه ولا اخلاق. واقسم بالله ويدي على كتاب الله، اقسم بالله ويدي على كتاب الله، اقسم بالله ويدي على كتاب الله ان انا جاني كم من النساء تقسم بالله ان هي وقعت في جريمه الزنا مع الساحر او مع الدجال لانها بتتشعلق في عشايه. عارفين دي مسؤوليه على مين؟ علينا احنا، على كل عالم النهارده بيطلع على قناه او بيطلع على السوشيال ميديا او بيطلع على اذاعه انه يوعي الناس. يا جماعة الجن مخلوق من مخلوقات الله. مخلوق من مخلوقات الله يعني ايه؟ يعني لو الجن فاسد شيطان. فشيخنا كان يقول لنا عبارة بسيطة قوي، لو الكلب هجم عليك تعمل ايه؟ اضربه، اطرده، ارميه بطوبة. يقول لك ماشي. رجع هجم تاني ارميه بطوبة. رجع هجم تاني ارميه بطوبة. يا ابني انت هتضيع عمرك كله بتهاجم الكلب. استعن برب الكلب يكفيك كلبه، استعن بصاحب الكلب يكفيك كلبه. فالشيطان ده مخلوق من مخلوقات الله، شئنا أم أبينا. فاستعن بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. وبعدين يا خلود، انت مؤمنة بالله وبرسوله، وكل واحدة بتسمع الكلام ده انت مؤمنة بالله وبرسوله. فالنبي لما يقول ان في ايتين في القرآن لو قرئتا على عقال على جمل لفك، ولو قرئتا على جبل لزال من مكانه. أسيب النبي واروح للشيخ ولا للدجال؟ ايه هم يا رسول الله؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة، سورة المؤمنون. طيب وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا على سورة البقرة لا تستطيعها السحرة ولا الباطلة ولا يقربك الشيطان ولا تدخل بيتا تقرأ ولا يدخل الشيطان بيتا تقرأ في سورة البقرة. أسيب سورة البقرة وأروح للجن ولا للدجال ولا للشيخ؟ تبقى مصيبة. لما النبي يقول للصحابي على سورة الفاتحة، يلي هتقول لي مش عارف أقرأ البقرة، وما يدريك أنها الواقية وما يدريك أنها الشافية وما يدريك أنها الكافية، تسيبها وتروح للجن ولا للشيخ ولا للدجال؟ تبقى مصيبة. يبقى احنا ملناش لازمة
لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سيدنا أبو هريرة، يقول له يا رسول الله إبليس بالذات نفسه قال له أبو هريرة عايز حاجة تقيك مننا؟ قال له قال له آية الكرسي. فالنبي يقول له صدقك وهو الكذوب. يبقى عندك آية الكرسي وعندك الفتحة وعندك البقرة. طيب وغير كده عندك المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اقراهم، لا في جن ولا في سحر ولا في شيء يقربك. كل ده وبعدين يا خلود نروح للشيخ أو للدجال أو للساحر. إنا لله وإنا إليه راجعون. معلش يا سيدي أحمد، وأنت بتقول لي يلا بينا، أنا ليه قلت لخلود قومي اغتسلي غسل الجنابه وانت خرجتها من المله يا شيخ؟ لا مش انا، كل امراه بترفع السماعه للدجال او بتروح له مجرد المروح ذهب نصف دينها. طب لما تصدقوا وتتصل زي كده وتقول لي عندي سحر اسود يبقى صدقته. فان صدقه فقد كفر بما انزل على محمد. من قال هذا الكلام هو رسول الله محمد. علشان كده اللي كفر بما أنزل على محمد ملوش حل إلا أنه يغتسل غسل الجنابة ويرجع يدخل في دين محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لما حل بأمتنا وبعقيدتنا وبإسلامنا لمحزونون. إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. عذرا أيها الأحبة فقد داهمني الوقت، ولا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا أن أقول لجميع الناس، لخلود ولغيرها، كلنا أمام الله سنحاسب. لكل دجال يستهين بالأعراض من أجل الأموال قف، فإن الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. كتب على بابه لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، قانون يوم القيامة واضح، قال الله فيه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا